الإسكندرية، قلعة المعارف قبل الميلاد، عروس البحر المتوسط، مهد الحضارات والثقافات، مدينة الثقافة والفنون والعلوم. هنا في الإسكندرية، في هذه القلعة الحضارية العريقة، نشأت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وقد تم توقيع اتفاقية إنشاء الأكاديمية عام 1972، وتم اختيار الدكتور جمال الدين مختار رئيسا لها. والأكاديمية إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة، وعضو اتحاد الجامعات العربية والاتحاد الدولي للجامعات، والتي ساهم في إنشائها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، إضافة إلى المنظمة البحرية الدولية، برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وتقدم الأكاديمية خدماتها التعليمية وبرامجها من خلال أكثر من موقع داخل وخارج جمهورية مصر العربية. يمثل موقع الأكاديمية الرئيسي على خليج أبي قير بالإسكندرية حرما جامعيا متكاملا يمتد على مساحة 52 فدانا تكسوها الخضرة، والذي يعكس تنظيمه وترتيبه فلسفة الأكاديمية، التي ترتكز على أن الطالب هو العنصر الأساسي ومحور العملية التعليمية التي تحقق هذه الفلسفة، وتدور حوله كافة الأنشطة من أماكن إقامة ومعيشة مجهزة بأحدث وسائل الراحة، إلى منطقة الخدمات ممثلة في فرع لأحد البنوك ومركز للاتصالات، إلى الكافيتيريا والمطعم، انتهاء بالمسجد، ثم العيادة التي تقدم الرعاية الطبية المتكاملة. كما تحرص الأكاديمية على أن تتيح لطلابها النمو المتكامل لشخصيتهم من خلال الأنشطة الرياضية، الأنشطة الثقافية، الأنشطة الاجتماعية. وحرصا من الأكاديمية على مساعدة الخريجين في الحصول على وظائف تتناسب مع تخصصاتهم، يقام سنويا معرض فرص العمل. كما تم إنشاء وحدة خاصة للخريجين تقدم لهم كل ما يساعدهم على تنمية مهاراتهم وتربط بينهم وبين سوق العمل. يضم موقع أبي قير كلية النقل البحري والتكنولوجيا، والتي تعتبر الكلية الوحيدة المتميزة في منطقة الشرق الأوسط، بما تضمه من معامل ومحاكيات متطورة.
وترتكز الكلية على 4 ركائز، هي: أولاً، التخصصات التي تضمها الكلية، والمتمثلة في الملاحة البحرية، تكنولوجيا الهندسة البحرية، إدارة النقل البحري، إدارة النقل الدولي واللوجستيات، السلامة البحرية، برنامج حماية البيئة البحرية من التلوث، برنامج المصايد، برنامج الغوص. ثانياً، جهاز امتحانات الضباط المهندسين والبحريين، والذي يعتبر هيئة مستقلة مخولة من وزارة النقل البحري لعقد امتحانات الشهادات الأهلية في مجالات الملاحة والهندسة البحرية. ثالثاً، مجمع المحاكيات المتكامل، والذي يعتبر أحدث مجمع محاكيات في العالم، والذي يضم خلاصة ما أفرزته التكنولوجيا الأمريكية من أنظمة المحاكيات والمعامل المتخصصة في هذا المجال. رابعاً، سفينة التدريب عايدة 4، والتي تمثل معهد التدريب بالبحر، والتي تستقبل طلاب الأكاديمية لقضاء فترات التدريب البحري الموجه بإشراف وتوجيه محاضري الأكاديمية. كما يضم موقع أبي قير كلية الهندسة والتكنولوجيا بتخصصاتها، ممثلة في الهندسة الميكانيكية والبحرية، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة التشييد والبناء، هندسة الحاسب، الهندسة الصناعية والإدارية، الهندسة الكهربائية والتحكم، الهندسة المعمارية والتصميم البيئي. كما يضم موقع أبي قير كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بتخصصاتها، ممثلة في علوم الحاسب، تكنولوجيا نظم المعلومات. كما تمنح درجة البكالوريوس في مجال علوم الحاسب أو نظم المعلومات من جامعة برونيل من خلال الدراسة بالكلية. كما يضم الموقع المركز الإقليمي للأولمبياد الدولي للمعلوماتية، وما يضمه من معامل وقاعات مجهزة بأحدث تجهيزات تكنولوجيا المعلومات، والذي قام باستضافة أول أولمبياد عربي أفريقي للمعلوماتية في يوليو عام 2002 بحضور 16 دولة عربية وأفريقية. كما قام بتنظيم أول أولمبياد مصري للمعلوماتية في سبتمبر عام 2003، والذي شارك فيه الشباب من سن 6 إلى 20 سنة. ومن إنجازات المركز حصول فرق الأكاديمية على المراكز 3 الأولى في مسابقة تصميم الإنسان الآلي روبوكون إيجيبت 2003. كما يضم موقع أبي قير مبنى شؤون الطلبة، والذي يضم عمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلاب، مركز المعلومات والتوثيق، والذي يستخدم حاسبا آليا متقدما يقوم بتشغيل إدارة المعلومات، بالإضافة إلى استخدامه في مجال البحث العلمي. مبنى الموارد التعليمية بأقسامها المختلفة مكونة من إدارة المكتبات، والتي تضم 3 مكتبات بالكليات المختلفة، مركز خدمات الحاسب الذي يقدم خدمة الإنترنت للطلبة والعاملين بالأكاديمية، ويقوم بالإعداد للحصول على شهادات مايكروسوفت وأوريكل والرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ICDL، مركز الوسائط المتعددة، والذي يقوم بإنتاج البرامج التعليمية التفاعلية بواسطة مجموعة منتقاة
من المتخصصين يديرون مجموعة من أحدث الأجهزة والبرامج. وحدة الطباعة والتصميمات الفنية. وإذا انتقلنا للموقع الثاني للأكاديمية بموقع ميامي بسيدي بشر، فإنه يضم كلية الإدارة والتكنولوجيا بتخصصاتها، ممثلة في إدارة الأعمال بفروعها، نظم معلومات إدارية، إدارة مالية، تسويق، إدارة مشاريع، الفندقة والسياحة. كلية الدراسات العليا في الإدارة، التي تقوم بتقديم برامج الماجستير في مجالات إدارة الأعمال، الإدارة العامة، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال التقنية، الإدارة في التجارة الدولية. ويتم تقديم تلك البرامج في المقر الرئيسي بالأكاديمية وفي الفروع المختلفة بالقاهرة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة. وقد بدأ العمل في تشييد أكبر مجمع للدراسات العليا في الإدارة في منطقة الشرق الأوسط بمدينة القاهرة. كما يضم موقع ميامي مركز البحوث والاستشارات، والذي يؤكد أحد المفاهيم للأكاديمية في الربط ما بين التعليم والبحوث التطبيقية، ويعمل على تنمية ودعم البحث العلمي والأنشطة التطويرية والاستشارات. معهد النقل الدولي واللوجستيات، والذي يقدم الدراسات العليا في مجالات النقل الدولي واللوجستيات. كما يضم الموقع مركز الفندقة البحرية، برامج خدمة المجتمع، والتي تقدم بالاشتراك مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة برامج دراسية في مختلف المجالات. برنامج IGCSE GCE، وهو برنامج متطور يعتمد على مناهج جامعة كامبريدج الخاصة ببرنامج الشهادة الثانوية الإنجليزية الدولية. ويقع الموقع الثالث للأكاديمية داخل ميناء الإسكندرية، حيث يقوم معهد تدريب المواني بتقديم الخدمات التدريبية للعاملين بالمواني المصرية والعربية. ويشارك في نفس الموقع معهد المهنيين البحريين، والذي يقوم بتأهيل الكوادر البحرية اللازمة للعمل على ظهر السفن طبقا للمعاهدات الدولية. أما الموقع الرابع للأكاديمية فيتمثل في معهد الإنتاجية والجودة، والذي يقوم بتقديم خدماته التدريبية والاستشارية لرفع الوعي في مجالات الجودة الشاملة والتواؤم مع المواصفات القياسية العالمية. ويقع الموقع الخامس للأكاديمية في القاهرة، ويتضمن كلية الهندسة والتكنولوجيا، كلية الإدارة والتكنولوجيا، كلية النقل البحري والتكنولوجيا، كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تطرح البرامج الدراسية لمنح درجة البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، الهندسة الكهربائية والتحكم، هندسة الحاسب، هندسة التشييد والبناء، علوم الحاسب، إدارة النقل الدولي واللوجستيات. كما قامت الأكاديمية بإبرام العديد من اتفاقيات التعاون والتوأمة مع العديد من الجامعات العالمية للحصول على درجات مشتركة، حيث يستطيع الطالب الدراسة بالأكاديمية في مصر والحصول على الشهادة من الجامعات الأجنبية. لقد استطاعت الأكاديمية خلال مسيرتها منذ عام 1972 أن تنشر خدماتها
لتغطي الوطن العربي، إلى جانب استفادة بعض أبناء الدول الأفريقية والأسيوية والأوروبية من خدمتها. وتتطلع الأكاديمية إلى امتداد خدماتها التعليمية لدراسات البكالوريوس والدراسات العليا إلى جميع الدارسين من خلال استخدام تقنيات التعليم عن بعد. وستظل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منارة علمية يهتدي بها الشباب في كافة أرجاء الوطن العربي.